والآب والروح القدس فالإله واحد آمين. حل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. النهارده الحد الثالث في الشهر الأول، شهر توت المبارك، وزي ما تابعنا إنجيل النهارده بيتكلم عن توبة زكا رئيس العشرة. إنجيل زكا من الأناجيل الصغيرة والمتكررة ومن القصص اللي يعني نحب دايما نحكيها. ومن أهمية إنجيل زكا الكنيسة تحطه في صلاة تبريك المنازل. يعني لما نيجي نزور أي حد فيكم في البيت وأبونا يجي يصلي في البيت عندكم صلاة تبريك المنازل، الإنجيل اللي بيتقري الصلاة هو إنجيل توبة زكا، علشان الكنيسة تقول إن زي ما زكا قبل المسيح في بيته وقدم توبة، فالمسيح راح قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، هو أيضا ابن لإبراهيم. فكأن أبونا وهو جاي لكم البيت يصلي لكم عاوز يسمعكم الكلمة دي: اليوم حصل خلاص لهذا البيت لأنه هو أيضا ابن لإبراهيم. إنجيل زكا هتلاقوه في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 19. زكا هو آخر إنسان المسيح دخل بيته وقابله قبل ما يصعد سكته لأورشليم. عشان كده هتلاقوا الإصحاح اللي بعديه يتكلم على دخول المسيح لأورشليم. المسيح كان معدي على بلد كبيرة اسمها أريحة، والبلد دي كانت مشهورة بالبزنس، يعني بلد مليانة فلوس وبزنس، لكنها برضه كانت بلد مليانة خطية وشهوات. اتعودنا إن المسيح لما بيمشي وراه آلاف الناس، زحمة جدا حوالين المسيح في كل حتة. اللي منكم حضر إنجيل امبارح أو قرأ الآيات بتاعت امبارح، المسيح لقى آلاف ماشيين وراه، زحمة زي ما احنا متعودين. فراح بصلهم وقال لهم إيه بقى؟ من أراد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه، يحمل صليبه ويتبعني. يحب الرب له من كل قلبه وما يحبش حد أكتر من ربنا ولا أبوه ولا أمه ولا إخواته ولا حتى نفسه. فالمسيح ما كانش يفرح بالزحمة، ما يفرحش بالعدد الكبير. المسيح فارق معاه جوه الزحمة دي، جوه العدد الكبير ده، مين فيهم جاي عشان المسيح، مين فيهم ليه علاقة بالمسيح. ليه؟ الألفات اللي ماشيين ورا المسيح دول عاملين زحمة ودوشة لدرجة إن زكا معرفش يشوف المسيح من كتر الزحمة فطلع فوق شبه. هل الألفات اللي ماشية ورا المسيح دول كلهم جايين عشان المسيح نفسه؟ في ناس جاية تتفرج، الراجل ده بيعمل معجزات نروح نتفرج. في ناس جاية عاجبها الكلام، الراجل ده بيقول كلام زي الفل الحقيقة ممكن نسمعه يعني وكلام جميل. في ناس ماشية من أجل مصلحة، اللي عنده عيان عايز يشفيه، اللي عنده مشكلة عايزة تتحل، اللي جعان وعايز ياكل. الراجل ده لما بنمشي وراه الجوع بياكلنا. فالآلاف ماشيين لكن كلهم جايين مصالح. أقول لكم أكبر مثل من كده فين؟ في يوحنا 6 الإصحاح اللي اتكلم فيه رب المجد يسوع عن جسده ودمه. فأول الإصحاح ده كان ماشي كام واحد ورا المسيح؟ المسيح شفع كام واحد في المعجزة دي؟ 5000 راجل. عند اليهود كلمة راجل معناها الراجل أو الذكر اللي من سن 20 لسن 50. كلمة 5000 راجل يعني 5000 راجل من سن 20 لسن 50. يبقى اللي كانوا ماشيين ورا المسيح في اليوم ده قد ايه بقى؟ كام راجل وست تحت سن 20؟ كام ست عموما؟ وكام راجل فوق سن 50؟ سيبوا بقى كده، ممكن يكون اللي كانوا ماشيين ساعتها ورا المسيح كام؟ ممكن يبقى 4-5 أضعاف الرقم ده، ممكن يبقى ماشي ورا 20-30,000 مثلا. المسيح شبعهم كلهم وأكلهم كلهم وانبسط لدرجة عايزين يعملوه ملك. فالمسيح هرب لأنه مش جاي عشان يبقى ملك، هرب الناحية التانية من البحيرة، راح ماشي على المية. فخدوا صوتهم وراحوا ورا جاي. انت فين يا معلم؟ احنا بندور عليك من امبارح. لهم الحق اقول لكم انكم تطلبوني لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم. وبدا يكلمهم عن السماء، الخبز الحي نازل من السماء. وبدا يكلمهم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه وليس لكم حياه فيكم. انا هو الخبز الحي نازل من السماء الواهب الحياه للعالم. جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق. فالإنجيل يكمل في نفس الإصحاح يقول إيه؟ اعترضوا عليه وقالوا إزاي؟ مش قادرين نصدق الكلام ده، مش عايزينه. كلمة بس أنت ومالكش دعوة. الإنجيل يقول إيه بقى؟ ومن هذا الوقت رجع كثيرون إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، فالتفت يسوع ورأى ال12 في كام بني آدم رجعوا كلهم ما عدا ال12. تأكلنا تشربنا تحللنا مشاكلنا تشفينا العيانين بتوعنا زي الفل قاعدين معاك. تكلمنا بقى عن السماء والتوبة، باي باي نشوفك بعدين. المسيح التفت لقى من ال30,000 دول 12. فراح المسيح قال لهم ايه؟ أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ رد بطرس وقال له إلى من نذهب يا رب؟ وكلام الحياة الأبدية. هو عم تروح فين؟ ما جينا لك أنت بندور على كلام الحياة الأبدية.
اقصد ايه؟ في وسط الالافات الزحمه اللي ماشيين ورا المسيح دول، واحد بس فيهم اللي سمع كلمه اليوم حصل خلاص لهذا البيت. طب والالافات زحمه وخلاص، واحد بس في وسط الالافات دي اللي المسيح قال له ينبغي اليوم ان اكون في بيتك. طب والباقيين فرغوش. وده يخلينا نسال نفسنا سؤال تاني، هو احنا ماشيين ورا المسيح ليه؟ احنا جايين الكنيسه ليه؟ في واحد لسه بيتكلم قال لي كلمه ظريفه خالص، قال لي احنا بنيجي الكنيسه عشان ولادنا ما ينسوش العربي، يعني بس مجرد سوشيال اكتيفيتي، بس بنتقابل مع بعض وناكل لقمه سوا، بنخرج بعد القداس، بنشوف الناس، بنسلم على بعض، اهو بنتقابل بنحكي. في ناس تانية جاية عادي طبعا، يعني اتعودت اني كل يوم حد اروح الكنيسه، يعني هروح فين؟ في ناس جاية عشان عيالها تقول لك بس عشان الواد يحضر القداس ولا البنت تحضر القداس. لكن الحقيقه لو المسيح بص على الميات اللي حاضرين القداسات في الكنائس وقال لهم من اراد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، يا ترى لسه في كم واحد هيفضل قاعدين وكم واحد هيرجعوا للوراء؟ عشان كده الواحد لازم يراجع نفسه، انت ماشي ورا المسيح ليه؟ انت جاي ليه؟ لو بتيجي وتمشي زي ما جيت من غير توبه يبقى راجع نفسك. لو بنيجي في الكنيسه مجرد عاده مجرد طبع اهو يعني، او نيجي عشان نريح ضميرنا، اصل انا بالي اصل عندي مشكله في الاقامه وعايز ربنا يخلصها لي، اصل عندي امتحان وعايز ربنا يجزهولي، اصل الواد عيان فجاي يمكن ربنا يشفيه، اصل ما عنديش شغل فجاي اصلي يمكن ربنا يبعت لي شغل. مش هتسمع كلمه يا زكى ينبغي ان اكون في بيتي، مش هتسمع كلمه اليوم حصل خلاص لهذا البيت. بنسال نفسنا سؤال، هو احنا ليه بقالنا سنين طويله بنيجي الكنيسه ونحضر القداسات وما بنتغيرش؟ نفس الخطيه، نفس الطباع، نفس العداوه، نفس الكراهيه، نفس المشاكل، ليه ما بنتغيرش؟ عشان لازم تسال نفسك سؤال مهم قوي، هو انت اصلا جاي ليه؟ المسيح صاحب الكنيسه صاحب هذا البيت فارق معاك؟ يعني انت جاي عشان هو؟ انت جاي عشان هو؟ لما بتقف في طابور التناول عشان تتناول، انت فاهم يعني ايه تناول؟ فاهم انك تاخد جسد المسيح ودمه زي ما اهلنا علمونا انها نور ونار؟ انت فاهم انك داخل تتحد بلاهوت المسيح نفسه وجسد ودمه اللي موجودين على المذبح؟ ولا هي لقمه بركه؟ تايه مش تايه خش تناول، فاهم مش فاهم مش مهم، ممكن اجي على اخر القداس ورجالي يلحق بس طابور التناول. فرق كبير بين الجسد والدم اللي على المذبح وبين لقمه البركه اللي على الباب. لقمه البركه اللي على الباب ممكن تاخد 5 6 قربانات وانت ماشي مفيش مشكله، يخبز لك مخصوص 20 قربان خدهم وانت ماشي. لكن التناول احنا بنقول القدسات قدسين، وانا داخل اتناول بسال نفسي هو انا بقيت قديس عشان اتناول بالقدوس؟ هو انا مش خايف ان ما اكونش تايه؟ طب يا رب احنا مش عارفين نبقى قديسين، وده مستوى كبير علينا قوي. ربنا يقول لنا ان ما كنتش قادر تبقى قديس على الاقل تبقى تايه، مش كده؟ ان ما كنتش قادر تصل لمرحله القداسه على الاقل تصل الى التوبه، تقف زي زكا النهارده وتقول له يا رب اعطي نصف اموال المساكين وان كنت قد وشيت احد ردت 4 أضعاف. كلنا عارفين ان زكا كان رئيس عشارين، يعني كان حرامي وكان سارق البلد كلها، عشان كده البلد كلها كانت بتكرهه، وعشان كده الناس كلها اعترضت وقالت ازاي المسيح يخش بيت راجل خاطي ويستريح؟ معقوله في وسط الالافات دول ما لقاش بيت عدل يخشوا فاختار بيت الراجل الحرامي ده عشان يخشوا؟ ما كانش في بيت حد تاني عدل؟ صحيح الناس كلها شايفاه ان ده الراجل الحرامي اللي ما ينفعش المسيح يخش بيته، لكن المسيح شايفه الوحيد اللي تايه من كل قلبه، فيبقى ده الوحيد اللي يستاهل اني اخش بيته. طب والباقيين انا بقيت هيصه ماشيين هيصوا ورايا في الصحراء وخلاص، لكن ولا واحد فيهم تايه. عشان كده ولا واحد فيهم يستاهل ان اخش بيته، ولا واحد فيهم يستاهل اقول له اسرع وانزل ينبغي اليوم ان اكون في بيتك. دول هيصه بس ماشيين كده هيصه ورايا. فالمسيح اختار من وسط الالافات دول مين؟ الوحيد اللي تايه، الوحيد اللي واقف يقول يا رب انا غلطان فعدت اصلح غلطتي، لو كنت سرقت حد يا رب هرجعها له 4 أضعاف. عارفين الشريعه كانت تقول اللي يسرق حاجه كان يردها 120%، اللي يسرق حاجه يردها 120%، يعني يردها بلس 20%. فاهمين؟ يعني سرق 1000 كرونه يرجعهم 1200، يرد 20% زكى بقى رد كام؟ 400%. قال يا رب لو كنت سرقت من حد حاجه هردها 400%. ده جزء. طب والجزء الثاني هو ايه فلوسي؟
قال رب اعطيها للفقراء، اعطي نصف اموال المساكين. قالوا واحد وصل رئيس عشرين، يعني بقاله 20 30 سنه شغال عشار وعمال يترقى لحد ما وصل الاخير بتاع العشارين في البلد كلها. واحد بيسرق الناس بقاله 20 30 سنه، في لحظه يقول للمسيح ايه؟ انا هوزع نص فلوسي على الفقراء والمساكين. ده انت كنت بتسرقهم. ما هو لما المسيح يخش بيتي الدنيا تتغير، هتحول من حرامي بسرق كل الناس لراجل بيوزع فلوسه على كل الناس. عارفين دول العشارين كانوا مكروهين، انا قلتها لكم قبل كده كذا مره. ليه الناس كانت بتكره العشارين؟ كانوا بيعتبروه عميل وخاين لشعبه. لان العشار ده كان حكيتها كذا مره بس اقولها تاني. الدوله الرومانيه مثلا كانت تعمل اسقاط على المنطقه دي مثلا مليون كرون. بدل ما يطلعوا دماغهم وينزلوا يلموها من الناس واحد واحد، كان يعملوا ايه؟ يجي واحد يقول لهم انا هدفع لكم من مليون كورونا دول كاش مره واحده. فكده الدوله الرومانيه استفادت، مش كده؟ خدت الفلوس مره واحده بدل ما تنزل تلمها من بيت بيت. وبعدين بقى الشخص ده يعمل ايه؟ ينزل هو يحصل الاسقاط ده. بس تفتكروا اللي دفع المليون كاش لما ينزل هيحصلوا مليون؟ حصلوا بقى 10 20 30 هو وشطارته. وكانت الدوله الرومانيه بتديله اوثورتي، سلطان، ان محدش يقدر يعترض، كان يبقى معاه قوه عسكريه في الجيش الروماني تحميه. يبقى في نظر اخواته اليهود ده انسان ايه؟ حرامي، خاين، بيتعامل مع الاحتلال. الدوله الرومانيه دي كانت ساعتها محتله يهود. ده خاين، ده عميل للمحتلين لبلدهم. عشان كده كان يبقى مكروه جدا جدا، محدش كان يحب. المسيح بقى ينقي الراجل ده من وسط كل الناس ويقول له ينبغي لي اليوم ان اكون في بيتي. لو انت تخش بيت راجل زي ده، ممكن واحد من اللي موجودين يقولوا ده الاكل اللي هيقدمه لك زكاه مال حرام. مش كده؟ انت داخل تاكل في بيت راجل حرامي، ده الاكل نفسه مال حرام. المسيح يقول لهم انتوا شايفين حاجه وانا شايف حاجه ثانيه. انتوا شايفينه حرامي، انا شايفه انسان عنده استعداد يتوب. انا شايفه انسان محتاج كلمه تشجيع بس هو يتوب. ايه العظه اللي اسمعها زكاه خليته يتوب؟ ايه العظه اللي اسمعها زكاه خليته يتوب؟ ولا عظه، كلمه واحده بس، يا زكاه اسرع وانزل، ينبغي اليوم ان اكون في بيتك. فالكتاب يقول ايه؟ اسرع فنزل وقبله فرحا. كلمه واحده، زكاه انا عايز اخش بيتك. الراجل حياته اتغيرت بالعكس تماما، نزل جاري وفرح وقال له اتفضل في بيتي. ومن اللحظه دي مش هبقى حرامي، بالعكس هوزع كل فلوسي على الملاجئ. واحنا بنسمع كام عظه واحنا زي ما احنا لسه بنكره ولسه بنسرق ولسه بنتخانق وبندين وبننم وبنعمل وبنفتري ونكشف سطر بعض آلاف العظات. عشان كده راجع نفسك، هل انت من الالافات الزحمه اللي ماشيين ورا المسيح اللي في الاخر عند اول مشكله هيسيبوه يمشوا، ولا انت زكى اللي جاي بكل قلبك وتقول له ما تيجي يا رب النهارده تخش بيتي، ما تيجي يا رب النهارده تخلص حياتي. بعدها على طول بعد قصه زكى حصلت حد الشعير، دخول المسيح لأورشليم. كان في كام ألف واحد ماشيين ورا المسيح وحد الزعف. في مؤرخ يهودي كده اسمه يوسيفوس قال ان اللي كانوا موجودين في اورشليم في الوقت ده about 2 مليون يهودي، حوالي 2 مليون يهودي جايين. ده كان موسم الحج بتاع اليهود، فجايين من كل حته في العالم علشان يحضروا موسم الحج بقى هو عيد الفصح. كان حوالي 2 مليون يهودي في الوقت ده. كان واحد فيهم مشي ورا المسيح بيقول وصلنا يا ابن داوود، خلصنا الملك اسرائيل، مبارك الاتي باسم الرب. العشر مثلا 10% منهم يعني مثلا كان ماشي ورا المسيح كام؟ 200,000 واحد. الكلام ده يوم الأحد. يوم الجمعة كان واحد ماشي ورا المسيح. يوم الجمعة كان في كام واحد ماشي ورا المسيح؟ 4 5 ستات وراجل واحد. كده؟ حمل 4 5 ستات. راحوا فين ال 200 300,000 بتوع يوم الأحد بتاع وصلنا يا ابن داوود خلصنا الملك اسرائيل؟ لا، احنا نمشي وراه طول ما هو رايح يبقى ملك على اسرائيل، لكن يشيل صليب ويمشي ما يلزمناش. عشان كده المسيح امبارح في الانجيل بتاع امبارح بيقول لهم ايه بقى؟ الالافات اللي ماشيه وراه دول اللي عاوز يبقى تلميذ ليا يعمل ايه؟ ينكر نفسه، يحمل صليبه، هتبعني. اول ما المسيح يقول الكلمتين دول يلاقي ال 200 300,000 دول رسوا على واحد. احنا ماشيين معاك عشان هتبقى ملك، تاكلنا وتشربنا وتدلعنا وتعمل لنا معجزات وتحل لنا مشاكلنا، ولو عيينا تخففنا وتبارك في شغلنا وتبارك في عيالنا وتبارك في صحتنا. لكن اول ما تقول لنا يلا نشيل صليب، لا باي باي بقى، خليك انت ماشي في السكه دي لوحدك. عشان كده الواحد فينا محتاج يراجع نفسه قدام قصه زكا دي.
عايز المسيح يخش بيتك؟ فعلا عاوز المسيح يبارك حياتك، ولا انت من الزحمه اللي ماشي وراه؟ وان المسيح تقريبا يعني بيقول لهم خليكم ماشيين براحتكم، لكن ولا واحد فيكم يخش له بيت، ولا واحد فيكم يدخل له حياته. كثيرون يدعون وقليلون يخافون، مش كده؟ ما اضيق الباب واصعب الطريق وقليلون هم الذين يجدون. لازم تسال نفسك، فلاقي الكنيسه عايز من المسيح، عايز المسيح يديك توبه ويديك خلاص لنفسك، ولا باقي الكنيسه عاوز مصلحه، واول ما تخلص المصلحه باي باي؟ يعني في ناس مثلا نشوفهم في الكنيسه مره واحده ولا مرتين في العمر، يا ابونا اصل عايز خلوهم ورقه عشان اتجوز، ابونا اصل انا ما عايز ورقه اعمل بيها ايه؟ تديله ورقه باي باي، ما تشوفش وشه تاني. ابونا اصل انا ما اعرفش ابني عيان وعايزك تصليله، ابنه خف، باي باي، ما تشوفش في الكنيسه تاني. ده واحد من الزحمه اللي ماشيين ورا المسيح، لكن المسيح نفسه ولا فارق معاه. ولو لقى حد تاني يديله المصلحه دي غير المسيح هيروح، لان شخص رب المجد يسوع نفسه مش فارق معاه. اللي بيتعاطى على الصليب علشان مش فارق معاه، اللي فارق معايا المصلحه. عشان كده لازم تسال نفسك سؤال، انت بتحب المسيح ولا بتحب اللي بتاخده من المسيح؟ عارفين ليه في كتير مننا اول ما يحصل له مشكله يبتدي يجدف على ربنا ويبعد عنه؟ لان كل اللي فارق معاه اللي بياخده من المسيح مش المسيح نفسه. اول ما المسيح يقول له مش هديلك الحاجه دي، يقول له ايه؟ طب خلاص انت ما تلزمنيش. طب لو فارق معاه المسيح نفسه يبقى المسيح يدي ما يديش، انا عايزك انت اللي فارق معايا. انا عاوز السما، مش عاوز عطاياك. عاوزك تديني وتساعدني وتفرحني وتباركني وتعمل. عايزك انت حتى لو في طريق الصلب. كان في ترنيمه زمان كده جميله كان سيدنا البابا يحب دايما يقولها، اللي هي حيث قادني اسير ولو قادني الى الصلب ولو قادني الى جثيماني امشي معه كل حين. الافات يمشي ورا المسيح في الهيصه بتاعت حد الزعف، وواحد يمشي ورا المسيح في الطريق. الافات يمشوا مع المسيح في طريق الى اي حد، واحد بس المسيح يخش بيته. عشان كده لازم النهارده لو توقف في القداس تقول له هو ما ينفعش رب انا كمان زكا، حتى لو كنت بقيت حرامي، حتى لو كنت بقيت رئيس عشارين زي زكا، حتى لو كنت بقيت زي المرأة الخاطية اللي شغالة كده، حتى لو كنت زي السامرية، حتى لو كنت الابن الضال، حتى لو كنت المولود أعمى، مهما كانت حالتك، حتى لو كنت العازر الذي قد أنتن، لكن بكلمة واحدة تقولها للمسيح من كل قلبك، يقول لك اسرع وانزل، ينبغي اليوم أن يكون في بيتك. محتاجين نراجع نفسنا، كل واحد فينا محتاج يراجع نفسه. هو أنا جاي عشان أقول للمسيح من كل قلبي يا رب تعالى خش بيتي، تعالى خش قلبي، تعالى اسكن وسط عيالي، ولا أنا جاي أهو عادة وطبع وتعودنا نيجي يوم الأحد وخلاص، وزي ما بنروح زي ما بنيجي عشرات السنين نفس العداوة ونفس زي رايح جاي مفيش حاجة بتتغير. انت عايز المسيح يخش بيتك، اصرف من قلبك وقول يا رب تعالى. جاي تتفرج وتمشي، خليك تتفرج وتمشي، بس مش هتلاقي المسيح يقول لك اليوم حصل خلاص لهذا البيت. ربنا يدينا كلنا توبة من كل القلب، ويدينا كلنا استعداد ان المسيح يقول لكل واحد فينا ينبغي اليوم ان اكون في بيتك. ربنا يبارك حياتكم، لله المجد دائم من ابد الابدين كلها امين.